يا جماعة، اللي صار معي بهذيك الليلة في مسقط للحين مو قادرة أستوعبه، وكل ما أتذكر التفاصيل أحس إن الموضوع كان أكبر من مجرد مشكلة بين زوجين. أنا اسمي موزة، متزوجة من سالم من 5 سنين، وعايشين في شقة هادية في أحد أحياء مسقط القديمة. حياتنا كانت تمشي بشكل طبيعي جدا، دوام، غدا، قهوة بالليل، سوالف عادية، ونفس الروتين يتكرر كل يوم. لين حسيت إن سالم بدأ يتغير شوي شوي. بالبداية كنت أقول يمكن ضغط شغل، يمكن الرجال تعبان، بس مع الوقت صارت تصرفاته أوضح. صار يقعد ساكت وايد، يطالع بالتلفون أكثر، وإذا رجع من الدوام يدخل الغرفة ويقفل على نفسه بالساعات. أنا بصراحة كنت أحاول بكل الطرق أكسر هالروتين اللي بينا. مرة أغير شكل البيت، مرة أطلب عشاء من مطعم جديد، حتى شكلي غيرته أكثر من مرة. لكن مهما سويت كنت أحس إن في شيء داخله قاعد يبعده عني. لين بيوم من الأيام وإحنا قاعدين بالليل بالصالة التفت علي وقال بنبرة باردة: موزة، أنا بصراحة مليت. ضحكت بالبداية على أساس يمزح. قلت له: مليت من شنو يعني؟ قال: من نفس الحياة، نفس الأيام، نفس كل شيء. وقتها حسيت الكلام مو طبيعي. قلت له: إذا مضايق من الروتين نطلع نسافر، نغير جو، أي شيء. لكنه هز راسه وقال: الموضوع أكبر من سفر. سكت شوي وقام يتمشى بالصالة. بعدها التفت علي وقال كلام صدمني: أحس لازم يكون في تغيير قوي بحياتنا. قلت له أنا مستغربة: وش قصدك بالتغيير؟ قال: شي يخلينا نحس إننا مو عايشين نفس اليوم كل مرة. وقتها الجو بالصالة صار ثقيل بشكل غريب، حتى صوته كان مو نفس عادته. حاولت أفهم منه أكثر، لكنه كان يلف ويدور بالكلام. بعدها قرب مني وقال: لو طلبت منك شيء بتوافقين؟ قلت له: إذا شيء أكيد. راح مباشرة وجاب تلفونه وقعد جنبي على الكنبة وفتح مقطع أجنبي غريب شوي. فهمت وقتها إنه يحاول يغير الجو بينا بطريقة جديدة. أنا أصلا ما أحب هالسوالف، بس قلت يمكن الرجال يحاول يكسر اللا ملل وخلاص. فقلت له: عادي، مو مشكلة. لكن سالم ما كان مركز بالمقطع نفسه، كان يراقب ردة فعلي بطريقة غريبة، وكل شوي يسألني: شنو تحسين؟ عادي، عندك هالأشياء، تقدرين تتقبلين أفكار مختلفة؟ وقتها بديت أحس إن الموضوع مو مجرد مقطع وخلاص، كأنه يجهز لشي ثاني براسه. وفعلا بعدها قال جملة خلتني أتجمد بمكاني. قعدت أطالع بالمقطع وأنا مستغربة من الجرأة اللي فيه، بس أكثر شي شد انتباهي مو المقطع نفسه، كان سالم، لأنه كان يتابعني أنا أكثر من متابعته للفيلم. كل شوي يلتفت علي ويسأل: شفت شلون الناس تكسر الروتين؟ مو أحسن من العيشة المملة؟ قلت له: بس هذيل الناس غريبين، مو طبيعي اللي يسوونه. ضحك ضحكة خفيفة وقال: ترى هالأشياء موجودة أكثر مما تتوقعين. التفت عليه باستغراب وقلت: يعني شنو موجودة؟ قال: في ناس متزوجين وعندهم مجموعات وصفحات خاصة، يتعرفون على بعض ويسوون تبادل وسفرات وسهرات خاصة، وكلهم عايشين عادي. وقتها حسيت الموضوع مو مجرد فضول عابر، كأنه متابع هالسالفة من زمان. قلت له: لا تقولوا لي إنك كنت تدور بهالأشياء من وراي؟ سكت ثواني، بعدها قال بكل برود: بصراحة إيه. نزل علي الكلام مثل الصدمة، لأن أول مرة أشوفه يتكلم بهالجرأة. حتى طريقته كانت مختلفة، كأنه شخص ثاني، مو سالم اللي أعرفه من سنين. قال وهو يحرك التلفون بإيده: أنا من فترة أحس إن حياتنا واقفة، نفس الأيام ونفس الروتين، وكنت أدور أي شيء يغير الجو. قلت له بعصبية: تغيير شنو بالضبط؟ أنت ترضى تشوف مرتك مع ريال ثاني؟ رد بسرعة: ترى الموضوع مو مثل ما تتخيلين. قلت: أجل شلون؟ قال: ناس تسويه عادي، وكلهم متفاهمين، وبعضهم يقول علاقتهم تتحسن بعد هالأشياء. وقتها قمت من مكاني وأنا متوترة، وقلت: أنا مستحيل أتقبل شي جذي. لكنه قام يلحقني بالكلام ويحاول يقنعني إن الموضوع مجرد تجربة، وإنه مو قاصد يخرب بيتنا. بالعكس، كان يقول:
يمكن نرجع قريبين من بعض مثل الأول. صراحة كنت رافضة الفكرة بالكامل، لكن سالم طول الليل وهو يقعد يشرح ويسولف عن ناس وعن قصص قراها وعن منتديات يتابعها، لين حسيت إنه غارق بهالعالم من زمان وأنا ما كنت أدري. بعدها بأيام رجعت من المطبخ ولقيته فاتح اللابتوب ومندمج بشكل غريب. قلت له: شنو تسوي؟ قال بدون حتى ما يطالعني: قاعد أسوي حساب خاص. قلت: حساب حق شنو؟ قال: مجموعة تعارف، ناس نفس التفكير. انصدمت وقلت: لهالدرجة وصلت فيك السالفة؟ قال: بس نتعرف ونسولف، مو لازم يصير شيء. وقتها كان واضح إنه حاسم أمره، حتى طريقته بالكلام تغيرت، صار متحمس بشكل ما شفته فيه من زمان. طلب مني أسوي له شاي ورجعت لقيته حاط صور عامة وكتب مواصفاتنا بطريقة غريبة ويحاول يخلي الحساب يبين طبيعي. مرت الليلة كلها وهو بين كتابة وردود ودخول وخروج من مواقع كثيرة، وأنا جالسة جنبه مو مستوعبة شلون وصلنا لهالمرحلة. ثاني يوم الصبح طلع دوامه بشكل عادي، لكن أول ما رجع بالليل دخل بسرعة وقال: تعالي بسرعة، تتوقعين أحد رد علينا؟ وكان شكله متوتر ومتحمس بنفس الوقت، كأنه ينتظر شي بيغير حياتنا بالكامل. فتح سالم اللابتوب بسرعة وهو متحمس بشكل مو طبيعي وناداني: موزة تعالي شوفي، أخيرا أحد رد علينا. رحت وجلست جنبه ولقيته فاتحة محادثة مع واحد اسمه راشد، رجال من صحار، وكان واضح من كلامي إنه يمر تقريبا بنفس المشاكل اللي بينا. سالم صار يشرح له وضعنا، وراشد بعد كان يحكي عن حياته مع زوجته وإنهم من فترة يحاولون يطلعون من الروتين اللي داخلين فيه. أنا كنت أسمع وساكتة مو مرتاحة أبدا، وكل شوي أقول لسالم: ترى الموضوع قاعد يكبر زيادة. لكنه كان متحمس بشكل غريب وقال: استني بس، خلينا نتعرف عليهم أكثر. بعدها سالم طلب منهم صور عادية بدون ما تبين الوجوه، بس عشان نطمن إنهم ناس طبيعيين مو حساب وهمي. وبالفعل بعد دقائق وصلت الصور. سالم صار يقرب الشاشة ويقول: شوفي، شكلهم ناس عاديين ومحترمين. أنا كنت مترددة، لكن بصراحة الفضول دخل براسي، خصوصا إن الكلام كله كان يتم بطريقة هادئة وطبيعية، مو مثل ما كنت متخيلة. مرت الأيام وهم يتواصلون أكثر، وكل ليلة تقريبا سالم يجلس بالساعات يكلم راشد، مرة عن السفر، مرة عن الحياة الزوجية، ومرة عن الأماكن اللي يحبون يروحونها بعمان. لين فجأة سالم التفت علي وقال: اتفقنا نتقابل. قلت بسرعة: نتقابل؟ وين؟ قال: بيجون عندنا الجمعة بالليل، مجرد جلسة وسوالف وتعرف أكثر، لا تخافي. رغم توتري وافقت على مضض، يمكن لأني كنت أبي أفهم شنو اللي قاعد يصير بعقل سالم بالضبط. وجاء يوم الجمعة من العصر وسالم مرتبك بطريقة مو طبيعية، يضبط الصالة، يغير أماكن الكراسي، يطلب عشاء من مطعم معروف، وحتى الإضاءة غيرها، وخلى الجو هادي أكثر من المعتاد. وبحدود الساعة 9 بالليل سمعنا دق الباب. فتح سالم ودخل راشد مع زوجته. كانوا هادين جدا وطريقتهم بالكلام طبيعية، لدرجة خلت التوتر يخف شوي. قعدنا بالصالة نسولف عن أشياء عادية بالبداية: الدوام، زحمة مسقط، السفر، المطاعم، وكل واحد كان يحاول يبين مرتاح حتى لو واضح إن الكل متوتر من الداخل. بعد فترة الجو صار أغرب شوي، راشد صار يجلس قريب مني أكثر، وسالم بنفس الوقت كان مركز بالكلام مع زوجة راشد، وكأن كل واحد يحاول يكسر الحاجز بسرعة. أنا وقتها حسيت بغيرة قوية، مو لأني شاكة بشي صار، لكن لأن الوضع نفسه كان غريب علي بالكامل. الغريب إن سالم كان يراقب ردة فعلي طول الوقت، وكأنه ينتظر مني أتراجع بأي لحظة. بعد السهرة بساعات انتهى اللقاء بشكل هادي، وكل واحد رجع لبيته. لكن قبل لا يطلعون، سالم وراشد اتفقوا إنهم يعيدون الجلسة مرة ثانية بمكان مختلف. ومن يومها حسيت إن باب انفتح بحياتنا، باب لو دخلناه أكثر يمكن ما نقدر نرجع مثل أول أبدا. بعد ذيك الليلة كنت متوقعة إن سالم بيهدأ شوي ويرجع طبيعي،
لكن اللي صار كان العكس تماما. ثاني يوم رجع من الدوام وهو ماسك تليفونه ومتحمس بشكل غريب، ودخل علي بالصالة وقال: موزة، في ناس تانيين تواصلوا معنا. استغربت وقلت: مو أنت متفق مع راشد وخلاص؟ قال وهو يضحك: يا بنت الحلال، الموضوع صار ممتع، خلينا نشوف الناس التانية بعد. وقتها حسيت إن الموضوع بالنسبة له تحول من مجرد محاولة تغيير إلى عالم كامل دخل مزاجه. صار يقعد بالساعات يتصفح الرسائل، وكل شوي يناديني: شوفي هذيل من نزوة، وهذولا من صحار، وهذا شكله رجال راقي. حتى طريقة كلامه تغيرت، صار يتعامل مع الموضوع وكأنه هواية جديدة، وبكل مرة كان يطلب صور عادية بدون تفاصيل خاصة، بس عشان نتعرف أكثر على الناس اللي نتكلم معاهم. ومع الوقت اللقاءات صارت تتكرر، وكل مرة بمكان مختلف، مرة شقة، مرة استراحة، مرة جلسة بحر آخر الليل. الغريب مو سالم، الغريب إني أنا بعد شوي شوي دخلت بهالجو بدون ما أحس. بالبداية كنت أراقب بصمت، بعدها صرت أشارك بالرأي، وبعد فترة صرت أنا اللي أقول: لا، هذيل مو مريحين، هذولا شكلهم متصنع. الثانيين كانوا أهدى، وسالم صار يطالعني باستغراب، لأن البنت اللي كانت رافضة الموضوع بالكامل بالبداية بدأت تتكلم بثقة أكبر منه. مرة من المرات وراني صور زوجين جدد وقال: شنو رأيك؟ طالعت بالصورة وقلت: بصراحة مو مرتاحة لهم. ضحك وقال: الحين صرتي تنقين بعد؟ قلت له: أكيد، إذا بنتعامل مع ناس لازم يكونوا مريحين. وقتها سكت شوي وطالعني بنظرة غريبة، كأنه مو مستوعب شلون تغيرت بهالسرعة. بعدها بأيام وصلتهم رسالة من شخص اسمه هيثم، رجال من صلالة، وكان أسلوبه بالكلام مختلف عن الباقين، هادي ومرتب وثقيل. سالم ناداني من المطبخ وقال: تعالي شوفي هالواحد، أحسه غير. جلست جنبه وشفت الصور اللي أرسلها، وقلت بدون تردد: شكله مرتب. أول ما قلتها لاحظت سالم سكت فجأة. قلت له وأنا أضحك: شنو فيك؟ تغار؟ قال بسخرية: أنا أغار؟ لا عاد. لكن واضحا إن الكلام ضايقه شوي، خصوصا لما حس إني بديت أشارك بالحماس اللي كان عنده بالبداية. ومع الوقت الجو بينا انقلب بطريقة غريبة. سالم اللي كان يشتكي من الروتين صار هو بنفسه يدخلني بعالم أغرب من أي شيء تخيلته، وأنا اللي كنت أرفض كل شيء بالبداية بديت أحس إن حياتنا القديمة اختفت بالكامل. لين ليلة من الليالي وأنا قاعدة أجهز الجلسة قلت له: ترى لازم نغير الجو شوي، نخلي القعدة أحلى. قال: شلون يعني؟ قلت: عصاير، قهوة، سناك، جو مرتب يعني. ضحك وقال: واضح إنجي دخلتي بالمود كامل. ضحكت وقتها، لكن داخلي كان يقول شيء ثاني. كنت حاسة إننا قاعدين نمشي بطريق ما له نهاية، وكل مرة ندخل أكثر يصير الرجوع أصعب. مع الأيام حسيت إن سالم مو بس دخل بهالعالم، لا، صار يضيع دخله بالكامل. أما أنا فالغريب إني بديت أتغير أكثر منه. بالبداية كنت خايفة ومترددة، وبعدها صرت أتعامل مع الموضوع كأنه مغامرة تكسر الملل اللي عشنا فيه سنين. وفي ليلة من الليالي قلت له بصراحة: تدري، يمكن أول مرة من زمان أحس إن في شيء مختلف بحياتنا. طالعني سالم باستغراب وكلال: واضح إن اندمجتي زيادة عني حتى. ضحكت وقلت: أنت اللي فتحت الباب من الأساس. لكن من بعدها بدأت ألاحظ شيء غريب عليه. كل ما دخل ناس جدد بحياتنا صار هادي أكثر من اللازم، يراقب بصمت ويشرب كثير بأي جلسة تصير. لين جاء يوم وقال لي بحماس: اليوم بيجون ناس من مطرح، وأحس هالجلسة غير. من العصر وهو مرتبك يجهز المكان ويطلب أكل ويحط موسيقى هادية، لكن بنفس الوقت كان يشرب بشكل مبالغ فيه. ولما وصلوا الضيوف كان الرجال اللي جاي معاهم شخصيته قوية وواثقة، حتى دخوله للمجلس كان لافت بشكل واضح. قعدنا نسولف بالبداية بشكل طبيعي، لكن سالم كان يشرب أكثر وأكثر، وكل شوي صوته يعلى ويضحك بطريقة مو معتادة. أنا وقتها حسيت إنه مو مرتاح مثل أول، خصوصا لما لاحظ اهتمام الضيف فيني بالكلام والسوالف. بعد فترة
الجو بدأ يتوتر بشكل واضح. الضيف قرب مني وهو يسولف بشكل عادي، لكن فجأة سالم وقف بعصبية وقال: لا تتجاوز حدودك. الصالة كلها سكتت للحظة، حتى الضيف نفسه انصدم وقال: يا ريال اهدى، احنا متفقين من البداية. زوجة الضيف حاولت تهدي الوضع وقالت لسالم: واضح إنك مو بخير، يمكن تعبان أو مؤثر عليك الشرب. لكن سالم وقتها كان متغير بالكامل، عيونه حمراء وصوته متوتر، وكأنه فجأة استوعب كل اللي قاعد يصير حوله. أنا لأول مرة شفته يغار بهالطريقة. الرجل الثاني قام يبعد عني مباشرة وحاول يخفف الجو، لكن سالم صار يتمشى بالصالة بعصبية ويقول: لا لا، الموضوع مو مثل ما تخيلته. وقتها حسيت إن كل الثقة اللي كان يمثل فيها طول الشهور الماضية بدأت تنهار قدامي. بعدها دخل الغرفة وقفل الباب عليه وخلانا كلنا بموقف محرج جدا. الضيوف بعدها قرروا يمشون بهدوء، والبيت كله صار ساكت بشكل غريب. ولما طلعت أشوف سالم بعد ما مشوا، لقيته جالس لحاله بالصالة مطالع بالأرض بدون ولا كلمة. قلت له: شنو فيك؟ مو هذا اللي كنت تبيه من البداية؟ رفع عينه علي وقال بصوت مكسور: كنت أحسب إني أقدر أتحمل، بس يوم شفت الواقع قدامي حسيت إني ضايع. وقتها لأول مرة من شهور حسيت إن سالم رجع إنسان طبيعي، مو الشخص اللي كان يركض وراء العالم بدون ما يفكر وين بيوديه. من عقب ذيك الليلة كل شي بيني وبين سالم انقلب. هو فجأة صار يرفض كل اللي كان يسويه بنفسه، وأنا بالعكس حسيت إني تعودت على الجو الجديد اللي دخلنا فيه. صار كل ما فتحت الموضوع يتضايق ويقول: خلاص يا موزة، نبطل هالسوالف. وأنا كنت أستغرب منه وأقول: الحين تتراجع بعد كل اللي صار؟ كان يبعد نظره عني ويقول: الموضوع صار يضايقني. قلت له أنا مستفزة: يضايقك من متى؟ مو أنت اللي كنت تقنعني فيه بالشهور؟ لكنه كان متغير تماما، حتى اللابتوب اللي ما كان يفارقه قفل كل الحسابات اللي سواها ومسح الرسائل، وكأنه يحاول يدفن المرحلة كلها بسرعة. بس المشكلة إني أنا ما كنت بنفس المكان اللي هو رجع له. بصراحة بعد فترة صرت أشوف الموضوع من زاوية ثانية، مو مثل بالبداية أبدا. صار عندي فضول أعرف الناس، أتكلم، أتعرف على شخصيات مختلفة، وأحس إني خرجت من الروتين اللي كنت أختنق فيه سنين. ولما شفت سالم قفل كل شيء سويت شي ما توقعه أبدا، فتحت حساب ثاني بس هالمرة باسمي أنا. ولما رجع من الدوام ذاك اليوم لأني قاعدة على الكنبة وأتصفح الرسائل بهدوء، وقف يطالعني وقال: لا تقولين لي إنجي رجعتي لها السالفة؟ قلت له بكل برود: إيه. تغير وجهه بالكامل وقال: موزة، لا تلعبين بالنار. قلت: غريبة، يوم كنت أنت تسويه كان عادي. قعد قدامي وقال بعصبية: فرق بيني وبينج. ضحكت وقلت: شنو الفرق؟ لكن واضحة إنه ما كان عنده جواب حقيقي، لأنه بنفسه اللي دخلنا هالعالم من البداية. بعدها بأيام وصلتني رسائل جديدة وناس يبون يتعرفون، وصرت أنا اللي أقرر منو نكلم ومنو لا. وسالم صار كل ما يشوفني ماسكة التليفون يتوتر أكثر. مرة من المرات قلت له: اليوم في ناس ممكن يجون نسهر معاهم. انتفض مباشرة وقال: لا، هذا الموضوع انتهى. قلت له: بالنسبة لك يمكن، مو بالنسبة لي. وقتها لأول مرة شفت الخوف الحقيقي بعيني. قال وهو معصب: إذا استمريتي بهالطريق حياتنا كلها بتخرب. قلت له: وحياتنا قبل شنو كانت؟ ما رد. مرت الليلة ثقيلة جدا، ولما وصل الضيوف سالم كان جالس بالصالة ساكت بشكل غريب، يراقب كل شيء بدون ما يدخل بأي نقاش. أما أنا فكنت أتعامل بشكل طبيعي أكثر منه، وكأن الأدوار بيننا انعكست بالكامل. وبعدما انتهت الجلسة ومشوا الناس التفت علي وقال: أنا مو قادر أكمل بهالحياة. قلت له بسخرية: الحين اكتشفت؟ قال: كنت أظن الموضوع مجرد لعب وكسر روتين، بس فقدنا نفسنا وإحنا نمشي فيه. ولأول مرة سالم لمح بشيء أخطر من مجرد الزعل. قال: إذا ما وقفنا كل شيء الحين نهايتنا بتكون سيئة حق الاثنين. وقتها
حسيت إن البيت اللي كان هادي يوم من الأيام صار كله توتر وشك وخوف، وكل واحد فينا صار شخص مختلف عن الثاني بالكامل. مرت الأيام والبيت بيني وبين سالم صار كله مشاكل وصراخ، وكل واحد فينا يحمل الثاني سبب اللي وصلنا له. هو صار يشك بكل حركة أسويها، وأنا كل ما أشوف خوفه وتوتره أتذكر إنه بنفسه اللي فتح هالباب علينا. لين بيوم وأنا طالعة من الدوام جاني اتصال غريب يطلب مني أراجع مركز الشرطة بخصوص بلاغ مقدم باسمي. تجمدت بمكاني. أول شخص خطر ببالي كان سالم. رجعت البيت بسرعة ولقيته جالس بالصالة حتى ما أقدر يطالع بعيني. قلت له: أنت اللي بلغت؟ سكت، وهالسكوت كان كافي يجاوبني. وقتها حسيت إن كل شي انهار مرة واحدة. رحت للمركز وهناك بدأت تنفتح كل التفاصيل اللي كنا نحاول نخبيها شهور طويلة. الغريب إني ما حاولت أنكر أي شيء، حكيت كل اللي صار من البداية، من أول فكرة دخلها سالم براسه، للحسابات، للتعارف، للقاءات، لكل شيء. لكن كان في شيء واحد سالم ما كان يعرفه أبدا، شيء أنا متعمدة أخفيه عنه طول هالفترة. قلت لهم بكل وضوح: ولا شخص من اللي دخلوا حياتنا لمسني. حتى الضابط وقتها استغرب وسألني: شلون يعني؟ وقتها أخذت نفس طويل وقلت: لأن أول ما شفت زوجي يتغير وينكسر بهالطريقة قررت أعلمه درس ما ينساه. شرحت لهم إني كنت متفقة مع الناس اللي يجون، وإن كل اللقاءات كانت مجرد تمثيل قدامه بس. ندخل الغرفة ونسكر الباب فترة وبعدها يطلعون بدون ما يصير أي تجاوز حقيقي. كنت أبي سالم يعيش نفس الشعور اللي عشته يوم حاول يقنعني إن الغيرة والكرامة أشياء عادية ممكن الإنسان يتنازل عنها. كنت أبيه يشوف بنفسه شلون الإنسان يضيع إذا لعب بحياته الزوجية بهالشكل. ولما عرف الحقيقة بعد التحقيقات كان مصدوم أكثر مني. طول الوقت كان يظن إنه خسرني فعلا، وإنه بنفسه دفعني لطريق ما له رجعة. لكن الحقيقة إني رغم كل اللي صار ما خنت نفسي أبدا. آخر مرة شفته فيها كان جالس يطالع بالأرض، تعبان ومكسور بشكل ما شفته بحياتي. أما أنا فكنت حاسمة أمري بالكامل. قلت لهم: أنا أبي أنفصل عنه، لأن الزوج مو بس شخص يعيش معاش بنفس البيت، الزوج سند، أمان وعقل يحمي بيته قبل لا يهده بإيده. وسالم يوم فتح الباب هذا علينا ما كان يدري إنه أول شخص راح يضيع بسببه هو نفسه. ومن يومها تعلمت إن بعض الأبواب لو انفتحت مرة حتى لو سكرتها عمر حياتك ما ترجع مثل قبل.